اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت من سلسله كليه حاسبات ومعلومات عن الفرونت اند ديفلوبر، وعرفنا الوظيفه نفسها عباره عن ايه وايه المهارات المطلوب منك تتعلمها. في الحلقه دي بقى هنستكمل معاكم الجزء الثاني من الابلكيشن او الويب ديفلوبمنت، وهو الباك اند ديفلوبمنت، وده تقدر تعتبره الجانب الخفي وراء اي ابلكيشن او اي ويب سايت، وهتعرف ليه في الحلقه دي باذن الله. بس قبل ما نبدا، انا ده حسن، لو اول مره تشوفني وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا. الباك اند ديفلوبر تقدر تعتبره الراجل اللي خلف كواليس عمل اي ابلكيشن او اي ويب سايت. انت لما تفتح اي ابلكيشن بيظهر قدامك شويه ايكونز، بتدخل مثلا تعمل سبسكريبشن، بتدخل ايميلك، بتحط بياناتك. بس سالت نفسك مره البيانات دي بتروح فين؟ ومين اللي بيهندلها؟ وليه كل مره الويب سايت او الابلكيشن بيبقى عارفها ولما بتعوزها بتلاقيها عادي؟ بدات تتجمع معايا الباك اند ديفلوبر بيعمل ايه؟ الباك اند ديفلوبر مسؤول عن القسم الخاص بالداتا بتاعت اي ابلكيشن او اي ويب سايت. خلينا اجيب لك الموضوع من الاول خالص. ادخل مثلا معايا على اي ابلكيشن لسوبر ماركت. انت دلوقتي عايز تسجل ايميلك وتعمل اكونت على الابلكيشن ده. بتسجل الايميل وبتعمل ساين اب وبتحط اسمك وبتحط اللوكيشن بتاعك. دلوقتي بقى صاحبنا الديفلوبر بيتعامل ازاي مع الداتا اللي انت دخلتها دي؟ الديفلوبر مهمته ان هو يظبط الدنيا بحيث ان الابلكيشن يبقى فاكر الداتا دي في كل مره تخش فيها الابلكيشن، لان اكيد مش كل مره هتعمل ساين اب، ومش كل مره هتكتب اسمك وعنوانك. لازم يخزن الداتا دي، وكمان الداتا تكون محميه من انها تتهكر. طيب انت لما تيجي تطلب اي اوردر، مثلا تطلب مثلا خضار، فاكهه، مجمدات، ازاي كل ده موجود على الابلكيشن؟ وازاي لما بتدوس عليها بتروح للكارت؟ دي برضو مسؤوليه الباك اند ديفلوبر، التعامل مع الداتا الخاصه باي ابلكيشن، وكمان تحسين اداء الابلكيشن ما يهنكش مثلا ويشتغل بسهوله وسلاسه. ولما تضغط على حاجه مثلا توديها للكارت، المعلومات تفضل متخزنه. وربط كل ايكون عامل الفرونت بالداتا اللي بيتعامل معاها الباك، عشان هما الاتنين بيتعاونوا مع بعض يطلعوا ابلكيشن ذكي وسهل وسريع. طيب ننقل بقى للجزء بتاع التشيك اوت او البيمنت. هنفترض مثلا انك انت هتدفع فيزا. الديفلوبر مطالب ان هو يجمع الداتا الخاصه بالفيزا بتاعتك ويربطها بكلاود سيرفر مخصص للدفع اونلاين. وطبعا معلومات الفيزا غايه جدا في السريه، فلازم يضمن ان هي محميه من انها تتهكر. انت كده فهمت ان الفرونت والباك بيتعاونوا مع بعض عشان يطلعوا اي ابلكيشن او اي ويب سايت. ما اقدرش اقول ان واحد فيهم هو المخ والتاني العضلات، بس اقدر اقولك ان واحد فيهم بيمثل واجهه الابلكيشن، والتاني بيساعد ان الواجهه دي تفضل قويه. من غير الباك فالابلكيشن عباره عن شويه صور وايكونز وبتودينيش لاي حاجه، ومن غير الفرونت فالابلكيشن عباره عن شويه اكواد انت مش فاهم هي بتعمل ايه. طيب خلصنا كده الوظيفه بتعمل ايه، نخش بقى على المهارات المطلوبه للوظيفه دي. زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان الجافا سكريبت هي اللغه المناسبه للفرونت اند ديفلوبر، فالباك برضو يتطلب منك مهاره الجافا بالاضافه الى لغه البايثون. بالمناسبه البايثون لغه قويه جدا، وتعتبر هي المستقبل دلوقتي، بالاضافه ان هي لغه سهله جدا جدا تتعلمها، واستخداماتها كتير جدا بالذات في الماشين ليرنينج والاي اي. مهم جدا برضو تتعلم ازاي تتعامل مع الداتابيز، وازاي تخزنها، وازاي تعمل لها بروسيسنج. ومن اهم السيستمز الخاصه بالداتابيز مانجمنت هو الماي سيكوال، او تقريبا هي نطقها كده، انا سمعتها من واحد هندي يعني، ما اعرفش يعني الهنود ما يتاخدش منهم انجلش، مش عارفه. مهم طبعا تتعلم حاجات عن امن المعلومات، لان الداتا اللي انت بتاخدها من يوزر دي داتا ليها علاقه بمعاملات ماليه ومعلومات شخصيه. ما ينفعش ما تكونش عارف ازاي تحمي الداتا الخاصه بالمستخدم. وزي ما قلنا انك انت مهم تعرف تتعامل مع الفريم وركس الخاصه بالفرونت، مهم برضو تعرف تتعامل معاها في الباك. ومن اهم الفريم وركس الخاصه بالباك هي النود جي اس والجانجو الخاص بالبايثون والروبي، وهو اسمه كده على فكره، روبي. وهي بس كده، متهيألي غطينا كل حاجه خاصه بالباك اند ديفلوبر. لو ما شفتش الحلقه بتاعه الفرونت اند هسيبها لك تحت في صندوق الوصف مع حلقه انترو القناه، يعني عشان تتعرف علينا وتشوف احنا بنعمل ايه. وممكن برضو اسيب لك حلقه تعريف بكليه حاسبات ومعلومات. وبالحلقتين دول نكون خلصنا مجال الويب ديزاين او الابلكيشن ديزاين، مجال مهم جدا جدا ومطلوب جدا جدا في سوق العمل. محدش دلوقتي مش عايز يعمل ابلكيشن للمنتج بتاعه، لان هي حاجه سهله وفي المتناول، وبتسهل وصول المستخدم للحاجه اللي هو عايزها والحاجه اللي عايز يشتريها. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشيرها مع صحابك، وقولي تحت في الكومنتات حابب اتكلم عن ايه تاني. ولو عندك اسئله قولي تحت في الكومنتات وهرد عليك باذن الله. وما تنساش طبعا اللايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وبس كده، سلام عليكم.